شحال هادي ما درت فيديو طويل، داكشي علاش هاد الفيديو غينفعكم بزاف لدرجه ان المعلومه انا غنعطيكم عمركم غتحتاجوها. لا غير ضحك. كاينين شي مصطلحات كتسمعوهم في الفيديوهات ديالي، كاين منكم اللي كيعرفوا شنو كيعنيو وكاين اللي لا. هادشي علاش غنشرح لكم هاد المصطلحات. وقبل ما نبداو ضروري ديزو عندي الفيسبوك وديروا فولو وما تدوش على الصوت ديالي حيت مريض. هادو من بزاف ديال المصطلحات اللي كنذكرهم في الفيديوهات ديالي على المطر. سي الار بي ام، نيوتن متر، تراكشن كنترول، الاي بي اس، الهورس باور، سبيد ليميت. غنشرح كل واحد فيهم وبلا كثر التعمق والفلسفه. يلا نبداو. كنسمعوا مثلا الار 1 998 سي سي، سي 50 49 سي سي. اش كتعني هاد سي سي؟ سنتيمتر كوب اولا ديسبليسمنت. هي ماشي الحجم ديال المحرك ولا الحجم ديال السيلندر، هي الحجم ديال غرفه الاحتراق من اخر نقطه كيهبط ليها البيستول حتى لاعلى نقطه كيوصل ليها مضروبه في العدد ديال السيلانات، جوج اولا ثلاثه اولا 16 اللي كان. معادلات بسيطه كتعطيك حجم السي سي اللي كاين في المحرك. طريقه الحساب ديالها بسيطه ولكن ما بغيتش ندخل في المات ومدا عليكم الطلاسيم والتفلسيف. دابا نيوتن متر غنشرح لكم مع الهورس باور. هاد الجوج الاغلبيه كيخلطوا بيناتهم. نيوتن متر كتعني عزم الدوران والهورس باور كتعني القوه الحصانيه. نيوتن متر هي فاش يلا كتنطلق بالسياره، كل ما كان نيوتن متر كثر عندك كل ما السياره ديالك غادي تسارع اكثر. والهورس باور هي القوه اللي كينتجها المحرك وهو غادي بسرعه. نتمنى تكونوا فهمتوا. التراكشن كنترول من اهم الانظمه ديال الامان سواء في الموتور او لا طوموبيل او اللي كان. التراكشن كنترول الخدمه ديالو انه ما كيخليش الموتور يزلق بيك. ركز معايا دابا وتخيل معايا انك داير في الفيراج بالموتور ديالك والرويده القداميه كدور 60 مره في الدقيقه، يعني حتى الرويده اللورانيه خاصها تدور بنفس العدد حيت نفس السرعه. لا، الحساسات اللي كاينين في الرويده اللورانيه كيقول لك بلي الرويده كدور 80 دوره في الدقيقه. هذا الشيء كيعني ان الرويده كتزلق. الحل اللي غادي يديروا التراكشن كنترول هو غادي يحبس الضوء على البوجي، او بالمعنى المبسط غادي يحبس المحرك باش انه ينقص من الجهد، وهكذا الرويده حتى هي غادي تنقص من الدوران حتى وكانت تقد مع الرويده القداميه، وهكا ما غاديش يزلق بك الموتور. وهذا هو الشرح ديالو باختصار. وفي بزاف المودات، واش بغيتي يكون حساس بزاف ولا غير شويه، حيت كاينين بعض المرات ما كتبغيش يكون حساس بزاف. مثلا بغيتي تدرب بالموتور الاوفرود، يعني ضروري الرويده خاصها تخليها تزلق واحد شويه. الاي بي اس كنظن كاملين نتوما عارفين الدور ديالو اولا السميه ديالو كامله، الانترلوك بريكين سيستم. تخيل معايا، هاد الفيديو غيغملها بالتخيلات شي واقع ما كاين يخمصوا. المهم ايماجيني معايا غادي معلك معبك سايق الاير 1 ديالك من عاد لهنا واش ما فيها لا اي بي اس لا والو. ايوا خرج قدامك شي حمار في الطريق، اشنو غادي دير؟ غتورك على الفران اللوراني والقدامي وتشهد. طبعا ما حدك شديتي الفرانات ديال الرويد بجوج والرويد بجوج طفلوا، يعني غتحرد يا عزيزي المشاهد. انا بحال متسايقه ليدي الدش قول لي الشعب طوطي لي يصعب ديروا فرانيا وذحنيني تفرانيا تفران. ولكن علاش زلقتي؟ واش انت اللي ما عرفتيش تشد الفران اولا الفران فيه مشكل اولا الطريق فيها مشكل؟ ولكن السبب اللي خلاك تزلق هو ان الرويد بجوج تقفلوا، وهذا الشيء اللي خلاك تحردها. هنا كيجي الدور ديال الاي بي اس، كيبقى يشد الفران ويطلقوا يشدوا ويطلقوا، وهذا الشيء كيدار جزء من الثانيه. وهنا هذا الشيء علاش الرويده ما كتزلقش، واخا تكون الشتاء واخا تكون الصيف، حيت الرويده ما كتوقفش. تقدر تجيكم في شكل، ولكن مسافه الوقوف ديال الموتور فيه الاي بي اس كتكون اقصر من موتور ما فيهش الاي بي اس. فهمتوا ياك؟ نكملوا. ودابا الار بي ام، المحرك العادي عنده 4 ديال الاشواط. كيهبط البيستول، كيدخل الهواء وليسانس، كيطلع البيستول، كيتغدك الهواء وليسانس، كيشعل البوجي، كيمتد الهواء فيه الحراره، كيهبط البيستول، كيعاود يطلع البيستول، كيخرج لينا داك الهواء المحترق باش يخرج من الشاكمه، يعني 4 ديال الاشواط. وكتبقى تعاود هذه العمليه وهكا كينتج لينا قوه حركيه. وهذه العمليه كل ما تعاودات كتسمى ار بي ام. يعني الا شفتي في الطابلو ديال الموتور ديالك 12000 ار بي ام، كيعني ان المحرك ديالك كيدير هذه العمليه 12000 مره في الدقيقه. وما تعجبش حيت المحرك ديال الفورمولا 1 كيديرها 20000 مره في الدقيقه، 20000 ار بي ام. واخيرا سبيد ليميت. بعض المرات كنقول بلي الموتور السرعه ديالو 299 كم في الساعه تقريبا بسبيد ليميت. هاد سبيد ليميت كتعني ببساطه تحديد حد للسرعه القصوى، وفي الغالب اسباب كتكون دوليه. مثلا باش تفهموا، المغرب قال الموتور ما خاصوش يفوت 58 كم في الساعه. ما كتضحك. تقدر الشركه اضطر باش انها تدخل موتور المغرب دير ليه الليميت على 58 كم في الساعه. يمكن دير مثلا غير شي كابل، وانت فاش تاخذ الموتور تحيد داك الكابل هو رجع للسرعه ديالو العاديه. المهم ان الشركه غتحيد عليها المسؤوليه. مثال اخر زي اكس دي اس ار، السرعه ديالها كتفوت 300 كم في الساعه، ولكن الا ركبتي عليها وجبدتي الكابل ما غاديش تفوت لك 299 كم في الساعه،
حيتاش محدوده. نتمنى نكون شرحت كل شيء ببساطه. وتخيل معايا دابا تلقى واحد في الصحراء قريب يموت وتعطيه الماء، شنو الاحساس اللي غادي يكون عندك؟ زوين ياك؟ ايوا جربوها وديروا فولو فيسبوك عندي، راه ميت وراه ميت.